إليكم العناوين. وليد الركراكي يتقدم بطلب خاص للاعبين. الجامعة الملكية توافق لحكيمي خوض السوبر الفرنسي. وكيل زياش يؤكد عن رغبة اللاعب في الرحيل عن غلطة سراي. نترككم مع التفاصيل. طلب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي من لاعبيه تأجيل مناقشة العروض التي تلقوها في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بهدف تركيزهم على الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. ووفقاً لمعلومات أدرتها لاء العربي الجديد، فإن الركراكي يسعى من وراء ذلك إلى إبعاد اللاعبين عن أي موضوع قد يشتت أذهانهم ويحول دون تركيزهم على مباريات منتخب المغرب في منافسات المجموعة السادسة. ووصل لاعبو منتخب المغرب تباعاً إلى مركز محمد السادس منذ أمس الاثنين، بعدما رفض المدرب الركراكي طلبات الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في الاحتفاظ بمحترفيها المغاربة إلى الخميس المقبل، باستثناء أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضح مصدر من الجهاز التدريبي لمنتخب أسود الأطلس الثلاثاء أن المدرب وليد الركراكي وافق على طلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإبقاء على لاعبه أشرف حكيمي إلى حين إجراء النهائي السوبر الفرنسي ضد نادي تولوز الأربعاء، على أن ينضم إلى معسكر منتخب المغرب مباشرة بعد نهاية المباراة. والجدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس سيخوض مباراة ودية ضد غامبيا الأحد القادم بالرباط، قبل السفر مباشرة إلى سان بيدرو في ساحل العاج عبر طائرة خاصة في يوم 9 يناير كانون الثاني الحالي. خصت الجامعة الملكية بالاتفاق مع وليد الركراكي لأشرف حكيمي بخوض السوبر الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان غدا الأربعاء قبل التحاقه بالتجمع التدريبي المنتخب الوطني. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الجامعة الملكية المغربية القدم استحابت لطلب نادي باريس سان جيرمان بالسماح لنجم الأسود بخوض السوبر الفرنسي، ما سيؤخره عن الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني. وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد طلبت من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الترخيص للاعبيها بالمشاركة في مباريات منتصف الأسبوع الحالي قبل التحاقهم بالتجمع التدريبي للنخبة المغربية بمركز محمد السادس بالمعمورة على غرار فالنسيا الإسباني. إلا أن وليد الركراكي رفض الطلب ورخص فقط لحكيمي بالبقاء مع فريقه. وطلب الركراكي التحاق لاعبي المنتخب الوطني بداية الأسبوع الجاري، خوفاً من تعرضهم للإصابة في حال مشاركتهم رفقة أنديته، خاصة أن لاعبين بارزين بالأسود يعانون حالياً من الإصابة. يشار إلى أن قرعة كأس إفريقيا للأمم أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات زامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. أعلن وكيل أعمال الدولي المغربي حكيم زياش جورج غاردي أن اللاعب يرغب في الرحيل عن غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال جاردي في تصريحات نقلتها صحيفة CNN التركية: مغامرة زياش مع غلطة سراي بدأت بشكل جيد، لكنها لم تستمر بشكل جيد.